سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، في افضل الاحوال يا رب العالمين. كيف ما شفتوا اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم واحد الوصفه ديال لزياده الوزن. وصفه خطيره البنات، اقسم بالله العلي العظيم خطيره ديال بصح، ومجرباها انا ما مره ما جوج، والمفعول ديالها واعر. ولكن دابا ما غنصوبهاش ليا انا بالحق، غنصوبها غير لبنتي، عندي لا كونتيتي صغيره، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معاكم. بزاف البنات يقدروا يكونوا محتاجينها. ودابا الصيف والصراحه البنات راه ضروري كنبغيو نلبسوا شي حاجه تجينا زوينه، كنبغيو حنيكات صراحه. واختي حيدي عليا من ديك السيروات وداك التخربيق فاني، اختي غلطك في سيمانه وتحبسي تولي عاوتاني مفشوشه. هادشي راه كتاكليه وكتحبسيه وكتبقاي واقفه على الصح المصلصح. هذا ما كان البنات، وكل شيء طبيعي وكل شيء صحي، ولا ضرات ولا منفعاتك ما غتضرك. هذا ما كان البنات. صافي، وبارطاجي اختي، بارطاجي مع البنات، وديري اختي واحد لايك، وبارطاجي مع صحاباتك حتى هما، ما تكونيش مسلمه باش تغلاضي. وديري اختي لايك، ولا ما كنتيش ديري اشتراك، مرحبا والف مرحبا في القناه، هكا يبقى يوصلك اي حاجه جديده. هنايا راه عندي واحد الكويس ديال الزنجلان منقي مغسول ومنشف ومنقي، كاس واحد كويس ديال الزنجلان، وعندي نص كاس ديال زرع الكتان. والزنجلان راه غني بالدهون الصحيه البنات، هي اللي كتساعد على الزياده في الوزن، وغني بالبروتينات، معروف عليه هو اصلا غير بوحدو. انا راه في واحد رمضان كنت نديرو غير بوحدو، هو كنشدو كنطحنو وكنخلطو مع كويس الحليب ولا كويس العصير. المهم هذا هو الكاس اللي عبرت به، كاس الزنجلان. كيف ما قلت لكم انا نورمالمون راه ما تنديرش بالعبار، ولكن نتوما باش تعرفوا صافي كندير ديما ديك زرعه الكتان، كنديرها قل من الزنجلان، ما كنديرش كثير، درت غير نص كاس هنا، ديما تكون قليله. صافي، والزنجلان كاس، وهذيك هنايا كاينه حبه حلاوه معلقه ومعلقه النافع، واللوز انا درت هذا القدر، هذا هو اللي عندي. تقدري ديري اي حاجه عندك، اللوز والكركاع، اي حاجه ديري في خويسيك ديريها. انا هذه راك هاد الوصفه درتها حتى في الرضاعه، باش كنت كنرضع كنت كندير هاد الوصفه هذه، زوينه بزاف والله. صافي هذا ما كان. وهنا عندي واحد شويه ديال التمر، وعندي شويه ديال الشريحه. هنايا التمر والشريحه هما اللي غادي يعلكوا ليا هادشي، داكشي علاش درت شويه تمر زايد. صافي هادشي اللي كاين البنات، ماشي شي حاجه كثيره، والمفعول ديالها واعر، هذا هو المهم. صافي البنات، دابا غندوزو باش نحمروا هذاك الزنجلان وزريعه الكتان، ضروري ندوزوهم في المقيله. صافي نبقاو نديوهم هكا ونجيبوهم واحد شويه يتحمروا لينا شويه بحال هكا، باش منين نطحنوهم يطحنوا بالزربه، ضروري. بالالياف غنيه بفيتامين اش، اللوز حتى هو غني بفيتامين بي. يعني الحمد لله كل شيء صحي، حتى شي حاجه ما تضرك. هذا الشيء اللي كاين البنات. انايا راه كنت شحال هذه فاش كنت درتها وانا كنرضع، كنت زدت عليها حتى الصوجه. دابا راه تذكرت انني زدت عليها حتى الصوجه حتى هي زدتها، ولكن دابا ما كايناش عندي، ما توفرتش عندي. داكشي علاش درت غير هادشي، وهادشي راه في الكفايه. غير الزنجلان قلت لك بوحدو راه واعر، والله ما نكذب عليك. شي واحد رمضان كنديرشو غير بوحدو، طحنتو كنت كنديرو في الليل حتى كنبغي نعس كنديرو. المهم هنا التميرات درتهم يتبخروا، ضروري نديرهم يتبخروا. وهنايا ديت هادشي ديالي، زرعه الكتان والزنجلان واللوز، ديتهم طحنتهم غير في هادي واخا هكاك ما كتنيلش، ولكن ماشي مشكل، جاو مزيانين. صافي غناخذ هنا هادشي راه سخون، تميرات وهذا داك الشريحه كنقطع فيهم راسخان هنايا باقيين طيبين. كنحاول نقطعهم بحال هكا طريفات صغار باش يطحنوا ليا في هذيك الماكينه. ديك الماكينه واخا هكاك مسكينه على قد الحال. صافي كنحاول نقطعهم هكا باش نعاونها تقطع لي، فهمتي، طحن ليا داك الشيء. صافي هذا ما كان البنات، وغادي نستمر بحال هكايا
حتى نكمل هذوك التميرات كاملين. عرفتي راه من تبخروا تحسلوا صافي نكملهم كاملين ونديرهم تما. ولكن بالحق راه حيدت لهم العظم، عاد درتهم يتبخروا شي يجوني ساهلين في التقطاع. صافي هذا ما كان غنبقى بحال هكا حتى نكمل. البنات اللي ما يبغيوش زعما كيديروا الشريحه ولا ما يبغيوش يديروا التمر، راه تقدروا تخلطوا طحنوا هذاك الشيء وتخلطوا غير بنوتيلا ولا بنيسلي على حساب. ولكن انا كيجيني من الاحسن التمر والشريحه حيت صحيين وكيعطيوك الطاقه. يعني تفيقي الصباح تاكلي غير جوج كويرات بحال هكايا مع كويس ديال الحليب، كتحسي بنهارك فهمتي، كتحسي براسك واكله شي حاجه صحيه اللي غتعطيك الطاقه. المهم انا كنفضل ندير التمر وندير الشريحه. وانتم لكم واسع النظر، اللي ما بغاتهمش زعما وبغات تخلط بشي حاجه اخرى تقدري ديري نيسلي ولا ديري نوتيلا بحال هكايا تخلطي بها، طحني دوك النواشف بوحدهم وتبقاي تخلطي بنوتيلا. وكاين عاوتاني اللي ندير التمر والشريحه ديما. هذه الطريقه ديالي. صافي دابا حطيت كلشي هنايا، دابا غنمشي نطحنهم ونرجع. صافي دابا غادي نبقى بحال هكا نستمر نبقى نكورهم بحال هكا البنات، نكور حتى نكمل الكويرات ديالي. المهم انا درت كل كوره يا كوره كبار باش نبقى نعطي لبنتي منهم بحال هكا جوج في الصباح وجوج في وقت الغداء وجوج في العشاء. ما درتش كونتيتي كبيره، المهم تسالي ونعاود نصاوبها حيت من الاحسن ما تنبغيش انا بحال هاد اللعيبات ما تنبغيش ندير كونتيتي كبيره وتبقى. من الاحسن تسالي وتعاود تصاوب حيت ساهله وبالزربه كتصاوب. صافي غادي نستمر دابا بحال هكايا. هذا ما كان تبقاي بحال هكا جوج كويرات في الصباح مع كويس ديال الحليب، وها هو نهارك يدوز ما نقولش لك. ومزيانه حتى الفقر الدم. البنات اللي عندهم فقر الدم راه مزيانه هذه الوصفه هذه، واعره بزاف بزاف بزاف، وتنصحكم بها البنات وان شاء الله غتعجبكم. ودعيو معايا وتنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنتمنى تبارطاجيوه مع البنات صحاباتكم واي بنت باغا تزيد في الوزن تبارطاجي معها هذه الوصفه حيت راه زوينه بزاف. وللبنات اللي عندهم فقر الدم حتى هما راه مزيانه لهم هذه الوصفه. وشكرا بزاف اللي وصلت معايا حتى لاخر الفيديو. شكرا، وما تنسيش ليا لايك مره اخرى عاوتاني. السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو المقبل ان شاء الله. باي باي.